عملية الانتقال السلطة عبرت عن آمال الملايين الشباب الذين خرجوا إلى ساحات مطالبين بالتغيير والمستقبل الأفضل. وتكتسب زيارتكم هذه لبلادنا أهمية خاصة، كون مجلس الأمن أكثر أجهزة منظمة الأمم المتحدة حيوية وأهمية باعتباره الجهاز المعني بحفظ السلم والأمن الدوليين، ولما لقراراته من صفة إلزامية للدول الأعضاء وفق المادة الرابعة من ميثاق الأمم المتحدة. ولا شك بأن هذه الزيارة تعكس إدراك المجتمع الدولي لأهمية أمن واستقرار ووحدة اليمن، ليس للشعب اليمني فحسب ولكن للمنطقة والعالم أيضا، نظرا لموقعها الاستراتيجي الهام والحساس، ولتربص قوى الإرهاب التي ترى في انهيار الوضع الأمني والسياسي والاقتصادي فرصة للحصول على ملاذ آمن يمكنها من تنظيم صفوفها والانطلاق لتنفيذ عملياتها الإرهابية والوصول إلى تهديد أمن خليج عدن وتهديد طرق الملاحة الدولية في هذه المنطقة الاستراتيجية الهامة، ناهيك عن أن هناك أطماعا توسعية لدى بعض الدول التي تسعى لتسطير رؤيتها الراديكالية، ولم يعد سرا سعيها المحموم للتدخل في الشؤون الداخلية لدول المنطقة، وبما يشكل ذلك من تهديد لأمن اليمن والجزيرة العربية. كل هذه الاعتبارات جعلت من قراري مجلس الأمن 2014-2051 صمام أمان لأمن اليمن ووحدته واستقراره ومصلحة إقليمية ودولية راسخة، باعتبارهما شددا على ضرورة استكمال التسوية السياسية وفرض العقوبات على معيق التسوية بما يتوافق مع الإرادة السياسية والشعبية التي تسير في اتجاه بناء يمن جديد مزدهر وآمن موحد يقوم على أساس مبادئ العدالة والحرية والمساواة واحترام حقوق الإنسان، ويتم على تأسيس فيه للعدالة الاجتماعية وسيادة القانون بما يكفل تطبيق أسس ومعايير الحكم الرشيد. أن هذا هو خيارنا الوطني وخيار شعبنا اليمني الحر المناضل الذي لن يسمح بضياع هذه الفرصة التاريخية التي لا تتكرر كثيرا. أن ما أنجزناه حتى اليوم من الآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية يؤكد حرص اليمنيين على الالتزام بكل ما تضمنته هذه المبادرة وتمسكهم بالحل السياسي والوفاق الوطني، وأنهم يتصدون لكل من يعيق هذا الخيار. فقد تمكنا خلال الفترة الماضية ورغم كل الصعوبات والمعوقات والتحديات التي واجهتنا من إعادة الأمن والاستقرار إلى معظم أنحاء البلاد، بما في ذلك تطهير تنظيم القاعدة في محافظتي أبين وشبوة وفتح الطرق وإزالة مظاهر الحرب وتأمين المدن، كما أن حكومة الوفاق الوطني المشكلة بموجب المبادرة الخليجية نجحت في إعادة الخدمات الأساسية للمواطنين من كهرباء ومياه ومشتقات نفطية ومرافق صحية وتعليمية، وشرعت بمعالجة الاختلالات الاقتصادية والسير في برنامج الإصلاحات الذي يلبي مطالب شعبنا، وحصلت على تعهدات من المانحين من الأشقاء وأصدقاء اليمن بما يقارب 8 مليار دولار. يتم الآن اتخاذ الإجراءات اللازمة من قبل الحكومة والدول المانحة لتخصيصها للمشاريع الضرورية والطارئة وفق خطة مرحلية لإعادة إعمار ما دمرتها الحرب. كما أن اللجنة العسكرية أنجزت الكثير على صعيد إعادة هيكلة الجيش
بما يضمن إنهاء الانقسام وإعادة اللحمة إلى صفوفه، وحيث تعد زيارة مجلسكم الموقر هذه دعما قويا لاستكمال تنفيذ ما أصدرناه من قرارات في هذا المضمار، وفي تنفيذ ما تبقى من مهام المرحلة الثانية للمبادرة الخليجية، إضافة إلى أننا سنصدر عما قريب قرارات الخاصة بإعادة هيكلة أجهزة الأمن والشرطة بما يمكنها من أداء وظائفها الحقيقية في خدمة المواطن وحمايته. كذلك فقد أنهت اللجنة الفنية للمؤتمر الحوار الوطني معظم أعمالها التحضيرية، وقدمت تقريرها الختامي تمهيدا لانعقاده، والذي ستشارك فيه كافة مكونات السياسية والاجتماعية وفقا للمبادرة الخليجية، باعتبارها الاستحقاق الهام الذي سينتج عنه صياغة معالم الدولة اليمنية الحديثة، حيث تقتضي المصلحة الوطنية العليا حرص الجميع على إنجاحه، لأنه لا بديل عنه إلا العودة إلى مربع العنف، مع التأكيد أن الحوار يجب أن ينطلق من الأسس والأهداف التي وضعتها المبادرة الخليجية وآلية التنفيذية المزمنة وقراري مجلس الأمن. وفي هذه المناسبة أتوجه باسم الشعب اليمني في المقام الأول وباسمي بدعوة كافة الأحزاب السياسية والفعاليات، وفي مقدمتهم الشباب والمرأة وكافة التيارات المشاركة في الحوار، إلى الالتزام بروح الحرص على إنجاحه والحفاظ على وحدة اليمن أرضاً وإنساناً، بما يرفع المظالم عن الجميع ويحقق العدالة لهم ويطوي صفحة الماضي. كما أدعو الأحزاب السياسية والأعلام الحزبي والأهلي إلى تحمل مسؤوليته في تهيئة الأجواء لحوار وطني ناجح، والابتعاد عن الأعلام الإثارة والتحريض وبث الكراهية والتخلي عن الصراعات الماضي وتجاوزها إلى آفاق المستقبل المتسم بالتسامح والتصالح من أجل بناء اليمن الجديد، وبهدف توفير الأجواء والمناخات التي تساعد على إنجاح مؤتمر الحوار الوطني. فقد أصدرنا مؤخرا قرارين بتشكيل لجان لمعالجة كافة المظالم المتعلقة بالأراضي والعقارات والمتقاعدين واختلالات الأخرى التي حدثت في المحافظات الجنوبية، وهذا يتطلب اعتمادات مالية لمعالجتها. مع كل ذلك فإن بعض الصعوبات ما تزال قائمة، وهناك تحديات كبيرة في الجوانب الاقتصادية والأمنية والمعيشية، غير أن فرص التقلب على هذه التحديات أصبحت أكثر يسرا في ظل الإجماع الإقليمي والأممي على ضرورة مساعدة اليمن لإنجاح هذه التجربة الفريدة من نوعها في المنطقة. السيدات والسادة، اسمحوا لي قبل نهاية كلمتي هذا أن أشير إلى أن هناك عناصر هامة ومحورية لإنجاح المرحلة الثانية من المبادرة الخليجية وآلية التنفيذية وصولا إلى الاستحقاق الانتخابي في فبراير 2014، ومنها: أولا، أهمية الاستمرار دور مجلس التعاون الخليجي والأمم المتحدة ومجلس الأمن في رعاية المرحلة الثانية من التسوية السياسية والتأكيد على التمسك بأمن واستقرار ووحدة اليمن وفقا لبنود المبادرة الخليجية وقراري مجلس الأمن 2014-2051، ورفض العنف لتحقيق أهداف سياسية، واعتبار الحوار هو المنبر الوحيد لمعالجة كافة القضايا والمظالم والاختلالات، واعتبار الأطراف التي ترفض نهج الحوار من الأطراف المعرقلة للتسوية السياسية. اثنين، التأكيد على أهمية وفاء المانحين بتعهداتهم، باعتبار أن جذور المشكلة
في اليمن ذات طبيعة اقتصادية، مما يجعل استكمال التسوية السياسية مرتبطا بشكل قوي بتحقيق النمو الاقتصادي حتى يلمس المواطن أثر ذلك على حياتها المعيشية. فتوفير الخدمات وفرص العمل وتحسين المناخ الاستثماري سينعكس إيجابا على مجمل الجوانب السياسية والأمنية، ويخلق أجواء الاستقرار والأمن الكفيلة بوضع حد للأفكار المتطرفة والإرهابية، وتوفير الدعم المادي اللازم لتمكن حكومة الوفاق الوطني من إعادة الإعمار في المناطق المتضررة من الإرهاب والحروب، وكذلك تعويضات اللازمة المرتبطة بالقرارات التي صدرت لمعالجة الأوضاع في المحافظات الجنوبية. وختاما، لا يسعني إلا أن أجدد باسم الشعب اليمني ترحيبي وتقديري الكبيرين وشكري الصادق للاهتمام الخاص والاستثنائي الذي حظيت به بلادنا من الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي وكافة الأشقاء والأصدقاء الذين وقفوا معنا في تلك المرحلة الخطيرة وساندوه للخروج من محنته والوصول به إلى بر الأمان. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.